هيعمل ايه السيسي بطيارات الرافال؟ في الغالب هتبقى تكاتك، محور رافال هتبقى ايه؟ وكمان جايب لي غواصه. لمين الغواصه دي وبنحارب بيها مين؟ رافال غواصات حاملات طائرات مليارات. يغمى. المواطن اللي قاعد على القهوه دلوقتي اللي طالع 30 عينه خد ايه من الاسلحه دي؟ طافح الكوته وبتبيع شاي وقاعد على كشك سجاير. بس السيسي بيجيب سلاح. يا شعب مصر السيسي ضيع فلوس مصر، مش محتاج السلاح ده. عبد الفتاح السيسي راح رسم الحدود البحريه، ترسيم الحدود البحريه مع قبرص واليونان. تركيا مش قابله بالموضوع ده. اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان وقبرص. تركيا طبعا لم تعترف بهذه الاتفاقيه بينهم. في الحدود المائية تم اكتشاف غاز، الحقل اللي بتاع مصر اسمه ايه؟ حقل زهر يا معلم. زهر. فتركيا هتستفيد منه غصب عن أي حد. آبار الغاز المصرية شيء وشويات، ثروه الغاز الطبيعي. مبالغ رهيبة. طلع اردوغان قال اي حد هينقب في المنطقه دي عن غاز احنا هنشيله من على الارض. لن تسمح تركيا بأي استكشافات في غاز البحر المتوسط. حقل الزهر الله يرحمه. تركيا مرقده لك طبيعي. تركيا تحرك. تحريك قطع عسكرية حربية باتجاه حقول الغاز في البحر المتوسط. سفن حربية، كل السفن بتتحرك. واجهات مصريه تركيه. حرب حتمية بين تركيا ومصر. شرق البحر المتوسط. تركيا رقم 9 من اقوى 9 جيوش في العالم. جيش السيسي هذا يستطيع أن يقاتل؟ انت لو دخلت معركه هتنتصر، هتجري. هل هو هيجي يقدر بقى يقدر على جيش منظم أو جيش دولة كبيرة مثل تركيا؟ ترجع تقول لي يعني أنت يا زويل هتقف مع تركيا؟ انت ورا الجيش المصري ليه؟ ما ده السؤال. لما تطلع السيسي. احنا حقيقه مع الموقف التركي، مش عايزه كلام. على بركة الله يا عم أردوغان، والله ناصرنا بإذن الله وإن شاء الله. ولا حد ابدا بفضل الله هيقدر عليهم. اشترى عبد الفتاح السيسي 24 طياره جديده. اشتروا رافال بالمليارات. طب المسترال المسترال عارف حاملة الطائرات؟ حاملتين طائرات مروحيه. 10 مروحيات اباتشي، 46 مروحية هجومية من روسيا، 24 هليكوبتر نقل عسكري، 1000 سفينة دورية ساحلية اللي هم اللانش يعني دول، 2 زورق بحري امبسادور، 4 قطع بحرية من طراز جوين، 2 فرقاطة. فرقاطة فريم. مصر بتتسلم تاني غواصة حديثة من ألمانيا وتدشن الثالثة. اشترى عبد الفتاح السيسي قمر صناعي للاتصالات العسكرية. انا بقول لكل المصريين اللي سامعيني مفيش اي تهديد خارجي تخافوا منه، احنا نموت ولا ان حد